هقولك أسامي أجهزة وقوليلي بتشتغل إزاي في المعمل. اوكي تمام. أول جهاز كيمستري أنالايزر. جهاز الكيمياء بيشتغل بحاجه اسمها سبكتروفوتومتري، وده بيكون معناه ان الماده اللي انا عايزه اقيم الكونسنتريشن بتاعها اللي هي موجوده في السوليوشن بتعمل لايت ابسوربشن عند ويف لينس معين، وبعد كده من الابسوربنس اللي بيطلع بنعمل ريليشن مع الكونسنتريشن وبنعين الكونسنتريشن. تاني جهاز هيماتولوجي أنالايزر. جهاز السي بي سي بقى بيشتغل بتو ميثود. اول حاجه الكتريكال امبيدنس، وده لو انت فاكر ايام الفيزيكس ودراسه التيار الكهربي والدوائر الكهربائيه هو ده نفس الفكره، وبيشتغل بحته تانية كمان اسمه لايت سكاترينج. آخر جهاز إلكترولايز أنالايزر. جهاز الالكترولايت ده ماشي بمبدأ البوتنشيومتري، وده بيكون معناه ان اصلا جوه الجهاز بيكون في حاجه اسمها الكتروكيميكال سيل. السيل دي مكونه من 2 الكترود، وبعد كده بيبدا يحصل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، منه بنبدا نعين الكونسنتريشن بتاع الالكترولايت.